إخواني الكرام، الناس اللي راها تفكر تجي على كندا وتحب تجي لكندا، الحياة في كندا خص الناس تعرف أن كاينة واحد النسبة ديال درجة البرودة اللي خصك تعيش معها واللي خصك تعرف كيفاش تعيش معها. إذن مباشرة السيارة حتى نشوفو السيارات كيفاش كتصبح في كندا. أول عملية الناس كتحتاج ينجمو السيارة يوميا اولا كل كان جوع، وتيخصك واحد الاجهزه بحال هادشي اللي هو تبدا تحيد بها الثلج على الجهاز باش تحرك. لأن السيارات كتصبح على هاد الشكل يوميا اولا كل 3 جوغ. اذا دابا كندينيجيو السياره ديالنا كيف ما كتشاهدوا. ملي تنقومو بالدينيجمو الجاج فقط هو اللي عندنا به الأهمية. أما داكشي لاخر مع سرعة السيارة تيبدا يتناطر وتيطير. إذا مزيان دابا دينيجينا الجاج. إذا دابا نقومو بالديماراج ديال السيارة حتى أنها تدخل لينا واحد شوية، لأن ميمكنش تحرك إلا ما الجاج ديالك صبح بواحد الرؤية واضحة. كيف ما كتشاهدوا حتى البيبان ديال السيارات بعد ديال الخطرات كيصبحوا هكذا، يمكن ما يتحلش حتى هو. كتستعمل معاه واحد الطريقه ديال الماء الساخن اللي ممكن تكون من بعد ان شاء الله. وكنطلقوا الشوفاج على جهده حتى يقوم بالذوبان ديال هاد الثلج اللي هو كيصبح جامد فوق الجاج. وهاد الثلج كيحتاج واحد القسمين حتى ربع ساعه عاد كيبدا ينصهر حتى تسخن السياره مزيان وتصبح الشوفاج يعني فعال. اذا هذه هي الحياه في كندا. الناس اللي كتفكر تجي كندا فالتعايش مع هذه الحاله ضروري. واحد المده ديال 5 اشهر 4 حتى ل6 كدوز هكذا خدمه ودينيجمو، عاد يمكن لك تحرك بالسياره يوميا. وحياكم الله.